أخبار يوم الاثنين مهمة وقصيرة. قام المساعد الإداري لرئيس الوزراء مولوي عبد السلام حنفي بزيارة قريته الموروثة في جوزجان، واستفسر عن مشاكل أسر شهداء المنطقة المذكورة. يقول مسؤولون بوكالة بغلان للبترول والغاز المسال إنهم أعادوا الممتلكات المصادرة لهذه الوكالة من المغتصبين في منطقة خنجان. التقى سمو أمير المؤمنين بمدراء الإقليمية لوزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بدأت مباريات الجولة الرابعة من بطولة وزلوبة اللعبة التقليدية أمس في كابول. في هذه المسابقة يلعب 14 فريقا في 4 مجموعات. التقى نائب الهلال الأحمر الأفغاني الملا نور الدين الترابي مع ممثل الهلال الأحمر الكويتي السيد أحمد جمال. في الزيارة المذكورة تم التركيز على المساعدات الإنسانية والتعاون الصحي. استولى شرطة المنطقة الخامسة التابع لقيادة شرطة كابول على سيارة مسروقة خطفها لصوص قبل شهر وسلموها لصاحبها. اكتشف منتسب مديرية استخبارات مقاطعة خوست واستلموا العديد من الأسلحة والمعدات العسكرية التي كانت مخزنة بشكل غير قانوني. من أجل الحفاظ على البيئة النظيفة يتم توزيع أكياس مصنوعة من القماش. حسب تصريحات مسؤولي مقاطعة لوغار المحلية تم بناء مركز مولانا يعقوب الشرخي للتدريب بالتكلفة $1,000,000. قام أعضاء فريق التفتيش من المديرية العامة للرقابة القضائية بزيارة المحاكم والسجن المركزي في مقاطعة بكتيكا.